السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبات الصف الخامس ابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله يا ولاد النهارده هنحل مع بعض امتحان محافظة البحيرة من ملحق المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية بترم أول منهج جديد صفحة 64 و65. يا ريت قبل ما نبدأ الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بسم الله نبتدي مع بعض. السؤال الاول معانا يا اولاد نص الاستماع listen and circle. اول واحده هنا في نص الاستماع بيتكلم عن رياضته المفضله، بيقول لي هنا my favorite sport يعني رياضته المفضله is، طبعا الف نص الاستماع ان هي كره القدم اللي هي الفوتبول. اتنين I play it on انا بلعبها في ايام ايه؟ طبعا بيلعبها في ايام الفرايدايز اللي هي ايام الجمعه. تلاتة I play it with my انا بلعبها مع مين؟ طبعا بيلعبها مع my friends يعني بلعبها مع اصدقائي. أربعة فوتبول is a not sport يعني الرياضة هي إيه؟ طبعا أو كرة القدم هي عبارة عن رياضة إيه؟ طبعا هي عبارة عن exciting sport يعني رياضة ممتعة. بعد كده رقم اتنين يا أولاد سؤال اللي تشوز أو الواحدة بيقول we sleep in the night إحنا بننام فين؟ طبعا إحنا أكيد بننام في غرفة النوم، غرفة النوم اللي هي بقول عليها بالبيدروم. اتنين بيقول لي A أو N means بتعني all the animals كل الحيوانات plants النباتات rocks الصخور in a place في مكان واحد. تعريف للحيوانات والنباتات والصخور اللي في مكان واحد طبعا ده تعريف للإيكو سيستم اللي هو النظام البيئي. تلاتة I use my أنا بستخدم إيه when I go swimming لما باجي أذهب للسباحة طبعا برتدي أكيد نظارات السباحة اللي هي بقول عليها بالجوجلز. أربعة ancient Egyptian المصريين القدماء used استخدموا إيه to write لكي يكتبوا everything down عشان يسجلوا كل شيء. طبعا المصريين القدماء كانوا بيستخدموا يا أولاد اللغة الهيروغليفز اللي هي اللغة الهيروغليفية لكتابة كل شيء. بعد كده رقم 3 read and complete هنترجم الكلمات اللي فوق. اول كلمه معايا كلمه comfortable طبعا comfortable يا اولاد بمعنى مريح. تاني كلمه معايا كلمه protect طبعا بمعنى يحمي. local يعني محلي. environment يعني بيئه. و thin يعني نحيف. هنا بيقول لي ايكو توريزم السياحه البيئيه is an exciting idea هي فكره رائعه. it helps to هي بتساعد على ايه wild life الحياه البريه طبعا بتساعد على protect حمايه الحياه البريه. بعد كده بيقول لي it looks after دي بتعتني بالايه او اللي هي طبعا السياحه البيئيه بتعتني بالايه طبعا بتعتني بالانفايرومنت اللي هي البيئه. بعد كده بيقول لي it helps the not هي بتساعد مين people الناس طبعا بتساعد اكيد اللوكال people السكان المحليون. but لكن ايكو توريزم السياحه البيئيه isn't as ما بتكونش ايه نورمال توريزم من السياحه العاديه طبعا ما بتكونش comfortable يعني مريحه مثل السياحه العاديه. بعد كده يا أولاد عندنا السؤال رقم 4 سؤال القطعة. بيقول لي طبعا هنا يوسف نهى أنا علي. يوسف ونهى وعلي are friends هما الثلاثة أصحاب. They are of the same age يعني هما الثلاثة في نفس العمر. They will visit Alexandria هما يزوروا اسكندرية next Friday يوم الجمعة الجاي. They are very excited هما متحمسين جدا to go there أن يذهبوا إلى هناك. They need to pack their suitcases هما محتاجين يحزموا حقائب السفر بتاعتهم for the holiday عشان الأجازة. يوسف will need his sneakers يوسف هيحتاج يلبس الحذاء الرياضي بتاعه because they will walk around لأن هم هيتجولوا a lot of الكثير هيتجولوا كثير هيمشوا كتير يعني. and he needs هو محتاج to wear something comfortable هو عاوز يرتدي حاجة مريحة. on his feet طبعا في أقدامه. بعد كده بيقول لي نهى will pack her sunglass نهى هتاخد طبعا السانجلاس او اللي هي طبعا النضاره الشمسيه بتاعتها because it will be very sunny there لان الجو هيكون مشمس جدا هناك. علي will pack his swimming shorts علي هياخد السويمنج شورت او شورت السباحه بتاعه because he wants لانه هو عاوز to go swimming there عاوز طبعا يسبح الى هناك او يتعلم طبعا السباحه هناك. طب هنقلب ونكمل باقي الاسئله. السؤال الاول يا اولاد بيقول لي it will be sunny in Alexandria الجو هيكون مشمس في الاسكندريه so لذلك نهى will pack her نهى هتاخد ايه طبعا قلنا لما الجو مشمس نهى هتاخد طبعا السان جلاس اللي هي النضاره بتاعتها. اتنين the underline word الكلمه اللي تحت الخط اللي هي كلمه excited اللي هي ممتع يبقى بتساوي كلمه ايه طبعا كلمه ممتع يبقى اكيد حاجه سعيده يبقى هتساوي كلمه happy. ثلاثة أسئلة الأنسر يا أولاد بيقول لي what do you think ماذا تعتقد the friends الأصحاب will do in Alexandria هم يعملوا إيه في الإسكندرية يا أولاد؟ طبعا قال لك إن هم هيتجولوا هيتمشوا وطبعا هيذهبوا للسباحة يبقى أقول طبعا they go for walk يبقى they go for walk هم طبعا هيذهبوا for walking يعني للتمشية and swimming وطبعا سوف يقوموا برياضة السباحة.
بعد كده نمبر 4 why does لماذا يوسف want to pack his sneakers؟ ليه يوسف عاوز ياخد السنيكرز يا اولاد او الحذاء الرياضي بتاعه؟ طبعا لان هو هيتمشى كتير ومحتاج حاجه مريحه في رجله. يبقى هنقول طبعا طالما سالني بواي بقول طبعا because he will، يعني ان هو سوف walk a lot يعني كثيرا، هيتمشى كتير يعني. بعد كده رقم 5 سؤال الترتيب. اول واحده جايب لي كويشن سؤال بادي بوت، همشي بالترتيب، يبقى يجي ورا فاعل يبقى would you، بعد كده فعل like would you like هل تريد، طبعا an orange يعني اي بنى البرتقال. رقم 2 جمله بادئه بيو، همشي بالترتيب، هيجي وراها كلمه should يبقى you should، بعد كده فعل في المصدر go يعني يجب ان تذهب. تذهب فين؟ طبعا to الى البيت اللي هو السرير، early يعني مبكرا. بعد كده اولاد رقم 6 read and write سؤال التصحيح. اول واحده بيقول لي I play basketball yesterday، انا بلعب كره الباسكت بول اللي هي السله، yesterday يعني بالامس، يعني انا لعبت كره السله امبارح، جمله في الماضي البسيط، يبقى اجيب الفعل ده في التصريف الثاني، والتصريف الثاني من كلمه play يا اولاد هي played. رقم 2 we don't have، احنا ما عندناش ايه fruits فواكه، عايز اقول ان احنا ليس لدينا اي من الفواكه، طبعا جمله منفيه، في عندي نفي هنا بدونت، وانا في النفي يا اولاد بستخدم كلمه any طبعا مع الكلمات المعدوده والغير المعدوده. رقم 7 البانكتويت علامات الترقيم، جايب جمله بادئه ب he doesn't، اول حرف اعمله كابت الحرف الاتش، وطبعا جمله تنتهي بالفول ستوب. السؤال الاخير سؤال الباراجراف، جايب لي باراجراف عن your visit to Alexandria، يعني عن زيارتك لمدينه الاسكندريه، باستخدام الكويس اللي اجابه السؤال اللي بيقول what did you do there، ماذا استفعل هناك، و what is Alexandria famous for، ليه مدينه الاسكندريه مشهوره بيه او هي مشهوره بايه. تمام، تعالوا نشوف هنعمله ازاي. في البدايه يا اولاد هحدد وقت او تايم يعني اتكلم فيه في الباراجراف. اول حاجه هقولها in last week الاسبوع الماضي I visited Alexandria with my family، انا زرت مدينه الاسكندريه الاسبوع الماضي مع مين؟ زرتها مع عيلتي. طيب عملنا ايه هناك يا اولاد؟ هقول طبعا ان احنا we did lots of things، يعني عملنا حاجات كتيره هناك. زي ايه؟ هقول طبعا ان احنا we swam in the sea، يعني سبحنا في البحر. ايه تاني؟ هقول برضو ان الكسندريا is very famous for the sea، طبعا انا عارف ان مدينه الاسكندريه طبعا مشهوره بالبحر بتاعها، ان البحر بتاعها جميل. طيب ايه تاني يا اولاد؟ هقول برضو ان احنا we also went to Alexandria library، ايضا رحنا او ذهبنا لمدينه او لمكتبه الاسكندريه. ليه؟ طبعا to read some books، عشان نقرا بعضا طبعا من البوكس اللي هي الكتب. وفي النهايه يا اولاد اجيب جمله اختم بيها الباراجراف، واقول طبعا ان it was a beautiful trip، الرحله كانت رحله beautiful يعني رحله كانت جميله جدا. كده طبعا يا اولاد يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، واتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جوده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.